انا نفسي الناس الكبيره اللي في البلد، الاستاذ نجيب ساويرس والاستاذ هشام طلعت مصطفى والاستاذ ابو هشيمه يقرروا ان هم يفتحوا مشروع كبير قوي، انهم يشترونا احنا ويصرفوا علينا ويطورونا، لان احنا نزلنا قوي بنتدرب، محتاجين تدريبات. زي ما يكون عندك والله بتستثمر فيه، بتجيب له مدرب يدربه وبتاع وبتصرف عليه فلوس، بتجيب له دراي فود. احنا عايزينهم بس يجيبوا لنا دراي فود. في مشروع حلو جدا ومربح جدا. المشروع ده في العالم كله على فكرة، مش هنا بس. تلبس بدلة، تاخد بابا وماما معاك، تعرض نفسك وتقول لهم انا كذا وبشتغل كذا وان احنا من عيلة كويسة جدا. تلاقي واحدة جميلة كده تقول لك انا عايزة مهر كذا وعايزين شبكة كذا، تجيب لها صيني وتجيب لها نيش وتجيب لها حاجات كتير قوي، وتلفزيون ال اي دي وال سي دي وال اي تي. تقول لك انا نفسي في بين باجز. مشروع حلو، البين باجز جميل، حلو جميل، اشتري بين باجز كتير، والالوان بقى مبهجه، اورنج بقى ويالو وبيبي بلو وبينك وجميل. هات شقه كبيره فيها ثلاثة اوض نوم واتنين حمام واتنين مطبخ واتنين مطبخ تاني. هات 4 مطبخ. بعد كده هتقول لك انا عايزه بقى كيتشن ماشين، تجيب كيتشن ماشين، مفيش مشكله. اوعى تقول لا، ده مشروع عمرك، انت مجنون ولا ايه؟ تقول لك بقى عايزين سفره، تجيب سفره بقى بتاعت الملوك، وانت هتعزم ناس معفنه في حياتك اساسا. هات بقى غساله فوق اوتوماتيك وتحت اوتوماتيك ومن الجناب اوتوماتيك، ما في مقات. كل ده يا عبيط، انت بتجهز لسه ما عملتش حاجه، انت لسه ما دخلتش المشروع. هي حاجه بس وحيده بس اللي في المشروع اللي ممكن تضايقني، حاجه واحده. كل اللي فات ده اوكي. ليه انا اجيب ذهب؟ ليه اجيب حاجه انا عمري ما لبستها في حياتي واقرر ان انا اجيبها لحد تاني؟ عارف انا لو بتاع دهب وبحب الدهب وبجيب دهب، اجيب انا وامي وابويا دهب وننزل بقى ان 50 سنت بقى نجيب دهب وهو يا ويا سوبرز داي، فاهم؟ ونجيب دهب بقى. لكن لا، مش هجيب لي كان الدهب، انا مش هجيب لحد ده، انا اسف. وبعدين في حاجه بقى مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها. دلوقتي انا لما بروح اقعد في كافيه، انا ما بعملش كده اساسا، بس مش مشكله، صحابي ورايحين 17 واحد هنقعد في الكافيه، انا خدت كوبايه شاي وانا اصلا ما بحبوش، مش مشكله، هنشرب شاي. الشيك بينزل، الشيك ثمنه 8000 جنيه. اوكي ماليش دعوه، هم كلوا وشربوا وخدوا شيشه ليمون نعناع، واللي شيشت بلو ميست واللي كل كوردن بلو، كلهم اتكرروا في وش بعض. انا ليه يجي لي سيرفيس 80 جنيه وكوبايه الشاي ب 20 جنيه؟ يعني انا ادفع 100 جنيه وانا ما عملتش اي حاجه؟ نظريه الفلوس دي بقى مش مفهومه تماما، انا مش قادر استوعبها. واحنا بنتعامل مع الفلوس ازاي والفلوس بتتعامل معانا؟ انا مش فاهم القصه دي كلها، صعبه جدا. يعني اقول لك حاجه مثلا في التوفير، وماما قررت بقى انها توفر في البيت. قالت يا ولاد انا مش هجيب زبادي تاني، وهجيب مكنه بتعمل الزبادي في البيت. تمن مكنة الزبادي 6150 جنيه. تجيب بقى 30 كيلو لبن، تمنهم كام؟ هنقول في رينج 450 جنيه. وخدت من كهربة البيت 10665 ألف أمبير من الكهرباء. ده كله بقى كام؟ 7000 جنيه. والله يا جماعة أنا شايف ب 7000 جنيه دول كنا ممكن نجيب جاموسة عش اللي هي بتنقذ قرية فقيرة في الصعيد دي، وتيجي تنقذنا احنا من ماما شوية. لا بابا. بابا في الفلوس ده جميل جدا. بحبوح قوي، اطلب منه اي حاجه ده يديك عينيه. يديك عينيه في وشك كده. بابا بقى ماشي بمبدأ ايه يعني؟ يا ابني اي تليفون يقول الو خلاص، ايفون اكس، اي حاجه تمشيني بس كده، اي حاجه يا ابني تمشيني توديني الشغل وخلاص. بي ام دبل اس اف اكس 6. ليه هو مبدأ بابا هو اللي ياخد اكبر حاجه في الحاجات؟ ليه هو اللي تعمل له حساب بالساعات؟ ليه دايما بيحب ياخد كل حاجة من سكات؟ الفيزا كارد، انت بتمشي في المول كده انسان حلو وجميل، بتشوف شميز على مقاسك، بتخش تيك، انت ما طلعتش ولا مليم من جيبك، انت برنس. هوب لقيت لابتوب ب60,000، تين، ما طلعتش جنيه، انت ملك. تيك دخلت لقيت بنطلون مايو بكيني، انت عمرك ما اشتريت ده بس هشتري بكيني. تيجي في الاخر بقى تلاقي موظف البنك بيكلمك بيقول لك استاذ احمد مساء الخير، تحب حضرتك عندي ولا عندك؟ استاذ احمد احنا ممكن نشتري كارت فيزا تاني ندفع بيه القديم وتسدد التاني ده على راحتك. بص يا معلم، الفلوس مش كل حاجه.
اسود. حركات البنات ليهم حركات كده مش عارف ملمسها في ايه، مش هينفع. ليه يا باكي نعم تضحكي ضحكة عالية قدام صاحبة هشام. هي البنات كده والله العظيم، عارف هم لو يستغفروا ربنا هيبقوا كويسين قوي والله. سواء بقى حلوه او شبه سعيد الهوا، انت واقف بتتكلم معاها في كلام عادي جدا وبتناقشها في موضوع وانت راجل محترم وهي بنت شيك، ومره واحده تحصل الكارثه. في هبل، انت صورتك قدامي بقت في الارض في الجنينه، حصل لك صح؟ رفعت البنطلون قدامك. اوكي، البنت ممكن تنزل هلهلي كده في نفسها، تبقى عشوائيه جدا، اي حاجه ملخبطه فيها الا حاجتين: الايلاينر والطرحه النبيتي. بصي يا سوسي، قولي لتوتي وقولي لنانو ان انا مش هنزل النهارده، الطرحه النبيتي بتتغسل. القرف ده لابس اخضر استنائي فاتح هتليق عليه، فانت بالنسبه لها ايه؟ ولا حاجه جنب الطرحه النبيتي. طبعا الايلاينر، خط الايلاينر اللي بترسمه ده هي ممكن اصلا ترسم لك وتخطط لك حياتك. انت عارف الخط ده بياخد منها قد ايه؟ عمرين على عمرها عشان تنزل لك بس كده عامله سحبه مايكل، عارفها؟ وسبحان الله اي بنت وحشه بتعمل البتاعه دي بتبقى حلوه. لو لقيت اي بنت واقفه لوحدها استنى عليها 5 دقايق وهتشوف افشخ عرض كوميدي صامت شفته في حياتك. هي بقى بتبتدي ايه؟ تطلع الموبايل وهتبص حواليها كده، ده بيترفع لفوق زاويه 90 مع فتحه بق مقرفه. في بقى حركه تانية، ايه دي؟ هياتم ليه دي هنا؟ ملهاش علاقه، تصوري عادي. في مقوله عظيمه بتقول التوب بيزحلق. طبعا انت هتعمل 6 رجاله في بعض تقول لها ايه ده؟ بتاع مش هينفع وتبلغ في حنجرتك وانت اصلا من جواك فرحان. فاهم؟ انت نفسك التوب يتزحلق طول حياتك. في بقى اللي انت تكون قاعد بتكلمها في موضوع مهم جدا ممكن يكون يمس سمعه البلد، وقاعد مندمج معاها في الكلام قوي والجلاله واخداك، وهي اصلا في حته تانيه خالص. لازم تكون لابسه نظاره سكسي جدا ما تفهم. طبعا انت اول ما الفوكس يروح منك خلاص بقى اعصابك بتسيب، تبتدي تريل وتهته وتفتف. بس يعني العلاقه دي اكيد يعني شمال في شمال، يو ترن، خلاص لف وارجع، امشي روح سيبها خالص. البنت وهي بتكلم صاحبها، عارف صوت انوشكا سكسي مسرسع كده، بتتخيلها بقى وهي ايه؟ قاعده على بطنها على السرير وبتهز في رجلها. عارف ماجده؟ ممدوح ماشي. انت لو شفتها قاعده في البيت عامله ازاي؟ قاعده ببيجامه اخوها اصلا وبتحلق دقنها بمكنه لورد بلاستيك معفنه، وعلى خدها بقى بقيت صينيه بطاطس اللي كانت بتتغدى بيها. حبيبي ثانيه واحده، مامي تنده عليا. خضري بينده على امه، بتحاسبها على خيار مخلل وهي معاك ايه؟ انوشكا، فاهم؟ وتقلب اصحى هنتغفل. فما تتخيلش بخيالك ان انت واخد احلى واحده في الكون، عادي بنت ما فيش جديد، لو النور اتطفى كلهم بيبقوا شبه بعض. البنات ممكن جدا ما تاخدش بالها من الكوارث، البراكين، الزلازل، مش في بالها خالص، لكن انت عارف بقى التفاصيل في الديتيل. بكينام احمد كنسل عليا النهارده، ما بيحبنيش، خلاص كل اللي فينا انتهى. واحمد كنسل عليها ليه بقى؟ بياكل مثلا في الحمام، مش هينفع في صدى صوت، هيبقى شكله وحش، في اصوات ما بتظهرش، ما ينفعش. في حاجه مهمه جدا، الفيزون. مش مصر اللي تلبس الفيزون، هم بره رفيعين قوي، احنا مبطرخين قوي، احنا عندنا جلاش قوي، مكرونه بالبشاميل خالص. عندنا بقى كارثه تانية بقى، البرايد ميدز، صحاب العروسه قوي. العروسه بتكلمهم بصوا انتوا هتلبسوا النهارده في يوم فرحي اخضر، بس هي وقعتهم كلهم في بعض. الطويله والقصيره والتخينه والرفيعه والصم، كل دول هيتحدوا ويلبسوا لون واحد. حرب خلاص بقى. تلاقي دي كلمتها، الو انت ايه اللي خلاكي تقولي الباكينام ان احنا نلبس اخضر؟ انت ايش حشر مناخيرك يا واطيه؟ نفسنا بياكلوا في بعض. احنا كرجاله ايه اللي بيحصل؟ انت عندك بدله واحده منيله كلها زيت، عايشه معاك من صغرك، ريحه البدله ريحه رنجه، يا لهوي اسود. تيجي نروح ننام ننا جوه بيتنا الحلو الجميل، مفيش بقسماط، يا لهوي اسود. عايز تتجوزي؟ بجد والله. اضحكوا يا جماعه اضحكوا بجد، يلا كلنا نسقف. انت يا تتوكسي يا تتنيلي، ده اسهل ليكي، ايهما اقرب. تعرفي ايه انت عن الرجاله؟ ازاي تعيش مع راجل مصري لو لسه عرسان في اول الجواز ومقطقطين كده وحلوين وفرحانين ببعض قوي؟ ما تحاوليش تعدي من قدام الحمام عشان هتسمعي السيمفونيه التاسعه. انت طبعا في اول الجواز بتكوني
احنا بقى كرجاله عكسكم تماما. مين الحبايب دول بقى اصلا؟ دول اصحابه اللي عاش عمره كله معاهم، فما تجيش بقى تغلطي في اصحابه او في القهوه اللي بيقعد فيها، عشان هو لو عليه كان اتجوز صحابه اساسا ولا عبرك. فما تشطحيش بخيالك وتقولي لي تعالى يا حبيبي نعمل شوبينج. لا، ده انتي والشوبينج واللي خلفوا اهلك في كفه وراحت في خاله في كفه تانيه خالص. عزه عايزاه يحبك سيبيه يفخد. عزة عايزاه يحبك اكتر سيبي له ريموت التلفزيون، سيبي له الاوضه، سيبي له الشارع، سيبي له الدنيا، سيبيه وامشي والله هيحبك. جو بقى ان هو يدخل عليك المطبخ ورابط فوطه حوالين وسطه، وعنده 6 باكس وبيلعب في شعره وبتاع ويحضنك من ظهرك. لا يا حبيبتي، انت مش متجوزه اليخاندرو، انت متجوزه محمد على الله. كويس اصلا ان هو عايش. السوشي بقى والوايت صوص والباستا والكلام ده دي فضلات كونغر بالنسبه لنا. تعالي لي بقى في بيت الكلاوي، حته من الانتركوت قطره من لغد ليلى علوي، مكرونه دايبه في دباديب البشاميل. هو ده. طبعا في اسئله كده ما ينفعش تساليها له، حبيبي اللي لا احسن ولا البربل، عشان هيقول لك لا امك، دي بالنسبه له شتيمه. والراجل المصري ينبوع كرامه ما تخلص. وبالنسبه للبربل فهو بيبربل كل يوم في الحمام، ده بالنسبه له ريحه مش لون. احنا طبعا كرجاله تاني كائن بيعمل بيبي وهو واقف بعد الحصنه، فيا ريت تنجزي ما تطوليش في الحوارات. انا كنت هموت ولا ايه؟ والله كنت هموت. هديه هديه ايه؟ لو جاب لك هديه يا حبيبتي بعد الجواز ابقي تعالي عليا. لو عملها وجاب لك هديه في الفالنتاين فهو مش هيكون مقتنع اساسا، بس لو جاب لك هديه في عيد ميلادك برضه مش هيكون مقتنع. لو حسيتي في يوم انك مكسوره وضعيفه ومش قادر عليه قولي له هات باسورد الموبايل يا بريء يا حنين يا ملاك. هتلاحظي بقى في الواتساب اسامي ولاد كتير قوي جنبها صور بنات حلوه قوي. وخاين ولا ايه؟ لا 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 الراجل مش خاين خالص على فكره، ده اكتر واحد مخلص ليكي ولانتمتك ولسوزي اللي في السابع ولصاحبته القديمه وصاحبته الجديده وبنت خاله وبنت عمه. ولو جبتي شغاله فمبروك، حضرتك كسبتي معانا الدرع الذهبي للمراه المتخلفه عقليا. عارفه السر فين؟ في العبايه. حبيبي ممكن اطلب منك طلبين؟ عايزين بيتزا ستافت كراست وحضن. اقسم بالله هتسمعي احلى طرقعه على قفاكي. ولعلمك بقى لو لبستي تيشيرت من تيشيرتاته اللي هو يوصلك لغايه الركبه وتكوني سكسي وبتاع، اقسم بالله ده بالنسبه لنا صريخ ضحك كده هتباني هبله. لو لقيتيه متضايق وقلت له فيه ايه وقال لك مفيش يبقى مفيش، احنا مش زيكم مش 63,000 فيه ايه، احنا مفيش يعني مفيش، انت ما بتقولش. بالنسبه بقى للاهتمام اللي ما بيطلبش ده، لا على فكره بيطلب عادي. الراجل شقيان وفاتح حوض من صباحيه ربنا، يعني مش هياخد باله عملت شعرك جنجاه ولا كستنائي فاتح. بلاش ارجوكي جو العزومات بقى واعياد الميلاد ويا حبيبي هوب في الشمعه، لا مش احنا خالص. قعده القهوه احسن بكتير من الهبل ده. في حياتنا كرجاله في نوعين وليد. الو ايه انت فين يا وليد؟ وليد بيتصل بيا وحشني يا زباله. مراتي اهي، خدي يا حبيبتي كلمي وليد. اوكي يا وليد هنتقابل يا حبيبي النهارده، مع السلامه. النوع التاني بقى ايوه يا وليد بحبك طبعا، ده احنا عشرة النهارده ولا ايه؟ الاحمر يا مع السلامه يا وليد. سلام يا وليد، مع السلامه. امرأة تجتاز كل الصعاب في مجتمع مليء بالمخاطر، تتشابه مع أنثى العنكبوت في نصب شباكها حول الفريسة، وحين تحصل عليه يصبح ملكا لها للأبد. هل تلك المرأة المصرية هي الأصلح للرجل؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة التالية. لا هي ست أصيلة جدا، عمرها أبدا ما هتعايرك بأهلك ولا بشكلك والخر اللي هي عايشة فيه والذل والقهر، وإنها مستحملة اللي خلفوك ونتنتك، وإنك إنسان أناني وبخيل وشهواني ومقرف وساذج وسطحي ومتسلط وأهوج وعديم المسؤولية، وهات زبادي وإنت جاي. دي ست غلبانة جدا على فكرة، عمرها مثلا ما هتحط نفسها في مقارنة مع سكارلت جوهانسون مثلا، عشان هي عارفة كويس قوي ان انت شايفها مولد سرير اساسا، فبتلبس لك البيجامة اللي عليها الخرفان من غير اي محاولات تجويد او تجميل للواقع البائس. والنبي في حلاوة كده.
دي الوحيدة اللي في العالم اللي فكرت وقررت انها تطلع مصارين العجل وتحشيها رز وتسميها ممبار. تخيل ممكن تعمل فينا ايه؟ تخيل. الست المصرية دي ستر وغطى عليك، بابكم مقفول عليكم ومحدش يسمع لكم حس ابدا. تتكلم في ايه؟ السيدات والسادة، اهلا بكم في موجز الانباء. دب خلاف الامس قامت على اثره سارة بطلب الطلاق من محسن، حيث قام الأخير بعملة مخزية، حيث ذهب مع أصدقائه إلى المقهى ورفض النزول معها للتبضع، حيث قالت له روح بات في القهوة يا سيد أمك. هي الوحيدة اللي بتريسايكل صح قوي، غير بقى علب الشوكولاتة اللي بتكون مليانة خيط وإبر. كل ده احنا عارفينه، وعارفين كمان ان كل شقق مصر اتنضفت كلها ببوكسرات الرجال. بس ما كنتش عازم صحابي على العشاء والاقي مراتي داخلة بصينية المكرونة البشاميل اللي شكلها يفرح وماسكاها بكلوتاتي. ده مش منطقي خالص على فكرة. طب ماشي، دول صحابي وما بتكسفش منهم، مش مشكلة، لكن ليه اصحى يوم الجمعة الصبح الاقي الشغالة واقفة بتقولي صباح الخير يا سي خالد وبتمسح الازاز بكلوتي؟ احسن واحدة تتمرهم في العالم. يعني لو قالت لك احمد مين البنت اللي كانت بتكلمك دي؟ شقلب انت الدنيا بقى يا معلم، خليك ابن ليل. بص لها بصة رومانسية كده مع نبرة الأستاذ نبيل الحلفاوي اللي هي ليفل 1 دي تحت، وقول لها هو القمر بيغير عليا ولا ايه؟ في ستات بقى الأستاذ نبيل الحلفاوي ما بيجيبش معاهم أي نتيجة تماما، تحس إنها واخدة فرقة 3 سبعات، الصقر المقنن. تبقى راجل شيك كده، رجعت بيتك بعد الشغل وغيرت وبتاع، تلاقيها مسكت القميص وهاتك يا شم. طبعا هي شمت البودي سبلاش بتاع ولاء، ومن هنا بيبتدي الاستجواب. لسه الكازيون اهو، لو عندك حاجة تقولها قولها ولا بلاش. بس في حاجة أنا مش فاهماها. خرجتوا مع بعض، قلتوا لبعض كلام حب ولفلفة، مش عارفة، مش حاسة. تعالى حبيبي تعالى، ياض قرب. خايف من ايه؟ وانا هاكلك؟ يا ريت كان ليا في الخشن. خلي بالك، هي نيتها مش وحشة، هي كل اللي بتعمله ده مش قصدها والله. هي البوينت بس في حب الامتلاك. بمجرد ما تتجوزوا حضرتك بالنسبة لها هتبقى زي الكونسيلر بتاعها بالظبط، ولا هتقدر تستغنى عنك ولا حد هيقدر يقرب من أهلك أساسا. في بقى كيمياء غريبة جدا بينها وبين العالم الخارجي، يعني في روحانية كده عمرك ما هتقدر تفهمها. لو قررت تخرج مع واحد صاحبك مثلا وهي مش موافقة، هتنزل هتلاقي الجنط نايم، تصحي الجنط تلاقي البطارية نامت، تروح على القهوة تلاقي القهوجي نام، تعدي على صاحبك تلاقي صاحبك نام. هتحس ان في حالة خمول في البلد حاصلة، وبعدين تيجي خلاص بقى هتروح البيت تلاقيها هي الوحيدة اللي صاحية. وبعدين يا اخي كل فولة مسوسة وليها كيال اعمى، وانت فولة السوس ماليها اساسا. صباح الفل بقى. بقول لك ايه، اتجوز مصرية. عاوز تخس؟ عايزة تخسي؟ الحل عندنا في اليالهو اسود. هي مش في اليالهو اسود، هي في اليالهو اسود يانا يما. احنا ليه عايزين نعمل دايت يا جماعة؟ سؤال وجودي اصلا ملوش اجابه، كاني قلت لك انت اسمك محمد ليه مثلا. طبعا حضرتك هتقول لي ايه، يومين بس وهعمل دايت. اقول لك الاسبوع الجاي انا ان شاء الله هعمل دايت، ولا اقول لك الشهر، اول شهر احنا هنعمل دايت اول شهر. هذا الدايت ياتيكم برعايه اول الشهر
اول الشهر عايز تخس، اقول لك حاجه، اعمل استخاره. عارف بقى هتمشي عقاب، احنا نعاقب نفسنا بقى، نلبس استرتشات وملونه. بس حتى الاسترتشات دي مش هتعرف تلم الجيلاتين الملبني اللي باظظ مننا ده. على فكره احنا مش محتاجين دايت، احنا محتاجين سيف ساموراي وجزار مصري من القلعه، وهتلاقي في الاخر ان الدهون الشريره هي اللي هتنتصر على الجزار الكيوت. مش احنا اللي بنحرق الدهون، لا، الدهون هي اللي بتحرقنا. جيم جيم ايه؟ جيم مين يلا؟ انا بكسل اجيب ريموت التلفزيون اللي هو بيبقى على كرشي اصلا. تخيل يا ابني، بصلي تخيل. وبعدين انا بخش الجيم كاني داخل مستشفى نساء ولاده. ايه ده؟ يا اما بتروح عشان حاجه واحده بس، تقوي عضله العاش. عاش يا برنس، عاش يا وحش، بس كده. معلش بقى، ما تقوليش اشرب ديتوكس. ديتوكس ده هيروح النونه لواحد اعصابه تعبانه شويه. اشرب ديتوكس واحد ساكن في التجمع يروق عن نفسه، واحد ساكن في الرحاب، مش لواحد كرشه مدلدل ما بين فخاده. ديتوكس دي تبقى امك يا سافل يا كلب قليل ادب. اقسم بالله شربت ديتوكس. انت مجنون ولا ايه؟ وبعدين دايت ايه اللي عاوز تعمليه؟ الموضوع اسهل من كده على فكره. هتعملي تليفون لزوزه، تتكلموا على سوسه، تقولوا ان ميمي بقت فاشونيستا، انتوا الاثنين دمكم هيتحرق وهتخسوا. هتفتكري طبعا نفسك فيرجينيا جميله الجميلات، رشيقه الفخاد، اوامك موز والنبي موز، وخدودك اقطع من اللوز. للاسف ما فيش الكلام ده خيال علمي. وايه هدفها من الخسسان اصلا؟ دي عايزه ايه؟ بيرسينج في صورتها؟ يعني سابت جسمها كله خلاص بقى، البت بقت اموره قوي، فخلاص بتدور على جمال صورتها. وبعدين البيرسينج ده مش بيعملوه في مناخيرهم؟ طب بتنف ازاي؟ بجد بتنف ازاي؟ يعني عم ادريس مثلا، يعني لو حطت صباعها في مناخيرها فاهم يا عم ادريس؟ لا، ولا عندك الانقح بقى الكروب توب؟ مش عارفه ده البتاع بس طويل شويه كده، اللي كانت بتلبسه سهير رمزي زمان، فاكره؟ انا كل تيشيرتاتي بقت كروب توب عليا. انا عايز اخس. اي واحده طالعه بوشها بس على الفيسبوك اعرف ان الشاسيه مشيس رايح في الخراره. تصور لك ايه؟ مناخيرها بس وعينيها بس، وكل صوره على ابلكيشن يعني دي هنا في انستجرام وهنا في الفيسبوك وهنا في تويتر. هتجمع بقى الصور دي كلها وتطلع كرش كبير قوي نحب نحضنه. هتنزلي طبعا تشتري تريد ميل والجهاز اللي بيهز الوز بتاع دينا ده. عايز اقول لك كلمه واحده بس، انتش. الاجهزه دي بقى كلها تبقى شماعه للهدوم اللي حضرتك مش عارفه تلبسيها من كتر ما فشولتي. لا، والانيل بقى تيجي واحده تقول لك اصل انا تخنت 2 كيلو ومش هعرف البس البيكيني الصيف ده. خليني اقول لك على حاجه، انا بتكلم بجد، انت بجحه قوي. وبعدين مفيش امل ان احنا نخس خالص تماما طول ما في حاجتين، طول ما في شاورما وطول ما في جبنه. انا كل حاجه باكلها بقت بالجبنه. انا بقيت بحط الجبنه في النسكافيه يا جماعه. احنا كل حاجه في حياتنا بقت بالجبنه. انا البتاع ده بالجبنه، عم ادريس جبنه، انتوا جبنه، انا جبنه، احنا جبنه. يا لهوي اسود يا عم ادريس، يا لهوي اسود. عايز تبقى كيوت؟ مش نحلق شنبنا الاول؟ ببساطه كده روحي فرح والبسي فستان وحطي اللي ربنا يقدرك عليه في وشك. وطبعا حضرتك هتكوني لابسه هيلز، كعابك طبعا هتوجعك وهتاخدي قرار انك تقلعي الهيلز وتورينا جمال حوافرك. انت نسيتي تعملي بانيكير ومانيكير وقررتي تورينا وش رجلك اللي بالصدفه البحته طلع شبه وش السلندر. اقسم بالله هرجع. كلامك هو اللي هيخليكي كيوت. هنزود قوي بقى، انت ازاي كده؟ انت ازاي كده؟ بجد انت ازاي كده؟ لا بجد انت ازاي كده؟ انت ازاي كده؟ انت بسطتني لايك قوي. ونفتح ايدينا قوي ونكتر بقى من ايه؟ يا كيوتة، يا قمرايه، حياته، سحلانه، مخمصاك. نزود في الكيوتنس شويه ونقول ايه؟ مش اكل، مش اشرب، مش انام، مش شرقيه. واحنا ككيوت لازم ناكل خس كتير قوي. ناكل سوسج مش سوسيس، اوكي يا جماعه؟ ناكل باستا هاف ان هاف، وايت صوص وريد صوص، عشان نلخبطهم على بعض يطلع لنا بينك خراوي كده. ولو عايزين نحلي هنحلي بمارشميلو، اوكي يا جماعه؟ استاذ مدير التصوير بتاكل مارشميلو؟ ناكل مارشميلو. انت ازاي كده؟ هنطلب بيتزا لارج كبيره قوي قوي قوي، تشيز لافرز، كلها جبن سايحه عشان تطلع حلوه في التصوير. انستجرام يا جماعه. هناكل منها قطمه واحده بس وهنقول بجد انا شبعت لايك فشخ كده. انت هتبقي كيوت احمد.
انت اوكي؟ بس بعد كل ده ما نروحش البيت ننط ستارت في حلة محشي؟ انت كده بتمرهمينا، واحنا صعايدة ما نتمرهمش، ورصيف وشجرة وعم ادريس وخالد جواد. هاتي كلب جريفو وسميه لالي، حته بتاع كده بشعر يعني، مش كلب ولا حاجه، ما بيصنفش كلب يعني. اعملي له شعره ليس وتصوري معاه ونزليه على الانستجرام واكتبي ماي باك بون. ما هو طبعا سندك ودارك في الحياه، لكن احنا اولاد 60 كلب. وما تنسيش تنزلي تجيبي له دراي فود ب 25000 جنيه في الشهر، وانت اصلا بتتغذي على البطاطس المحمره. سوري انا اسف، اسمها فرايز. احنا بنقول فرايز، احنا كيوت. هتلبسي بوت لحد هنا او لحد هنا او لحد هنا، البسي بوت صمب من بروتيل عشان كده تبقي لابسه كلك بوت، تبقي جزمه. انت ازاي كده؟ البنطلون اللي انت لابساه ما ينفعش يكون عادي خالص، لازم يكون فيه دامجز، مقطع. احنا بنلبس بنطلونات مقطعه، اوكي يا جماعه؟ لازم نلبس بنطلونات ديرتي، احنا عالم وسخه، اوكي؟ وطبعا مش هننسى التاتو، والتاتو ليه مكانين، يا عند اللبلوب يا اما عند الرقبه هنا مكان اللاف بايت، وهنكتب عليه ما تحاسبنيش. وانت مش قلت لي انك انت بنت تومن بقى؟ مش ما تخرناش بقى، ما يا تبقي سنجل مظر يا انت بنت تومن، اختاري. الميك اب بتاعنا يكون براندات معروفه، ما تجيبليش كل شويه صباع كفته وتقعدي تلعوزي شفاتيرك. هي حاجات محدده اللي هنستعملها. كونسيلر عشان يشيل اثار الكورلا اللي حضرتك بتشميها، الفاونديشن عشان ناخد لون موحد لبشره سعادتك، باودر عشان يداري الخرا اللي عندنا الاي شادو والاي لاينر والايباد والاي ماك واي حاجه من اي. احنا اي يا جماعه، اوكي؟ احط لك اي لاينر يا عم ادريس. طبعا كلنا عارفين ان الكوافير بيطرح له مينيمم مره واحده في الاسبوع. لا يا اختي انت فاهمه، لا فاهمه، ما تحوري، فاهمه كل حاجه، ما تستعبطيش بقى. طبعا احنا جبنا اي حاجه جديده، خاتم بقى، ساعه، اي اكسسوارز، هنتكلم بالايد اللي فيها الحاجه دي. فاكره دي؟ خلاص بقى، دي الايدنتيتي بتاعتنا، احنا كيوت يا جماعه ولا ايه؟ لا بجد، انت ازاي كده؟ انت ازاي كده؟ خد والله يا عم ادريس. يا لهوي اسود، يا لهوي.